بكم. استقبل المغردون الإماراتيون بحفاوة خبر حصول بلادهم على المركز الأول عربياً وال41 عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2016، معبرين عن فخرهم عبر هاشتاغ كان الأنشط في الإمارات منذ الأمس، وشاركهم فيه بالتهنئة إخوانهم العرب. الإمارات الأولى عربياً. نجاح الإمارات فخر ونجاح للخليج بأكمله والعرب أجمع. واصل تألقك في العلم والثقافة. الابتكار ليس ترفاً بل سر نهضة الشعوب وتقدم الدول. سمو الشيخ محمد بن راشد. في الإمارات أيضاً هاشتاغ جديد بعنوان شهداؤنا في اليمن لن ننساكم، ويحظى بتفاعل خليجي. شهداؤنا باليمن لن ننساكم. ستبقى دماؤكم الطاهرة كتاب تاريخ مشرق ندرسه لأبنائنا. وفي تويتر الخليجي تفاعل كبير مع تغريدة أطلقها السفير السعودي في بغداد ثامر السبهان رداً على إساءات رئيس الحكومة العراقية السابق نور المالكي للسعودية واتهامه إياها بدعم الإرهاب ودعوته إلى فرض وصاية دولية عليها، وذلك في حديث أدلى به لوكالة الأنباء الإيرانية أول من أمس الأحد. السبهان رد في تغريدته قائلاً: ماذا يتوقع ممن حارب العراق ووقف مع إيران وخلال فترة حكمه خسر العراق 70% من أراضيه لحلفائه الدواعش؟ وإلى تويتر العالمي الذي اجتاحته صور فيضان ولاية لويزيانا الأمريكية ويعتبر الأقوى في تاريخها، وأدى إلى مقتل 6 أشخاص بعد أن تم إجلاء 20,000 شخص من منازلهم. وأخيراً المغردون الخليجيون يحيون ذكرى المفكر والدبلوماسي السعودي غازي القصيبي التي صادفت يوم أمس 15 من أغسطس عبر هاشتاغ خاص. غازي القصيبي الأديب والمفكر العربي الذي وقف في وجه أصحاب الفكر الظلامي من المتطرفين دينياً. من أقواله المأثورة: لن ينتهي الحلم العربي ما دام هناك عرب. نحن في سباق مع الزمن، إما أن نقتل التخلف أو يقتلنا التاريخ. غازي القصيبي.